السلام عليكم ورحمة الله. هل تحقيق السلام في اليمن ممكنا؟ وهل يمكن لليمنيين البقاء في ظل دولة الوحدة؟ أسئلة صعبة ومحرجة، خاصة لأطراف الصراع في اليمن وكذلك دول التحالف والمجتمع الدولي. كتبت عن الحرب اليمنية وعن الوحدة وعن الربيع العربي أكثر من 5000 مقال ودراسة وبحث ولقاءات تلفزيونية متعددة، وزرت جنوب اليمن قبل الوحدة وبعد الوحدة، وألقيت العديد من المحاضرات هناك، وزرت جبهات القتال عام 94 في حرب الوحدة، وأعرف تماما تركيبة المجتمع اليمني وعلاقة اليمني بأرضه وتاريخه وحضارته. إذا لم يتحقق الأمن والاستقرار في اليمن فلن يهنأ المجتمع الدولي بالأمن والاستقرار أبدا، وسوف يعاني المجتمع الدولي الكثير من المشكلات مستقبلا. الأمن والاستقرار في اليمن لن يتحقق بالقوة ولا بسيطرة طرف على طرف آخر أبدا. السلام والاستقرار في اليمن ممكنا، فقط يحتاج إلى إرادة وطنية صادقة من قبل جميع الأطراف اليمنية، أطراف الصراع، وكذلك نوايا صادقة وتعاون صادق من قبل دول التحالف والدول الإقليمية والدولية. السلام ممكن وقريب جدا، ويمكن في القريب العاجل تصبح اليمن من الدول التي يشار إليها بالبنان. قبل الحديث عن السلام في اليمن علينا أن نشخص الوضع، حقيقة الوضع في اليمن الآن. من يحكم الساحة اليمنية بعد انهيار الدولة الوطنية عام 2011 بسبب أحداث الربيع العربي والحرب اليمنية التي استمرت حتى الآن أكثر من 9 سنوات، وأثرت كثيرا على النسيج الاجتماعي في اليمن، وظهرت مكونات جديدة هي التي تحكم في الساحة اليمنية اليوم. الحقيقة الواضحة بدون كذب أو تزييف أو مغالطة: من يحكم شمال اليمن هم الحوثيون. حكومة صنعاء تحكم معظم المناطق في شمال اليمن، فقط مدينة مأرب تحت سلطة محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة. مأرب مدينة النفط والغاز، ومدينة تعز منقسمة إلى قسمين: قسم يتبع حكومة صنعاء والقسم الآخر يتبع حزب الإصلاح. ومنطقة المخا أو مدينة المخا تتبع لقوات الساحل الغربي بقيادة طارق صالح. هذه حقيقة من يحكم مناطق الشمال حاليا. إذن من يحكم مناطق الجنوب؟ مناطق الجنوب، أغلب مناطق الجنوب تقريبا يحكمها المجلس الانتقالي الجنوبي، وهناك أيضا مكونات أخرى تحكم في الساحة الجنوبية. من الصعب جدا أن تلتقي كل هذه الأطراف إذا لم يكن هناك نوايا صادقة من أجل إخراج اليمن من هذا الوضع المأساوي ومن هذه الحرب التي دمرت الشعب اليمني ووضعت اليمن في أكبر أزمة إنسانية عرفها التاريخ. اليمن التي كانت تحكم العالم، اليمن السعيد، اليوم تعاني، تبحث عن لقمة العيش، تبحث عن الأمن وعن الاستقرار وعن السلام. بسبب من؟ بسبب أبنائها وأطماعهم في السلطة والمال، وعدم قدرتهم للمحافظة على وطنهم وبلادهم. وأيضا التدخلات الإقليمية والدولية لها تأثير كبير على الساحة اليمنية، وهذه حقيقة.
إذن ما هو الحل؟ ما هو الحل حتى يتحقق الأمن والاستقرار؟ مناطق الشمال يجب أن تنضم مع حكومة صنعاء وتشكل طرفا واحدا. مأرب وتعز والساحل الغربي ينضموا إلى حكومة صنعاء ويشكلوا طرفا واحدا، والمكونات الجنوبية يجب أن تنضم إلى المجلس الانتقالي ويشكلوا طرفا واحدا، من حضرموت إلى عدن إلى المهرة إلى سقطرى، ويجتمعوا ويتفقوا على شكل الدولة اليمنية القادمة. وفي رأيي، وقد قلت هذا الكلام من قبل وكتبته عشرات المرات بعد الحرب، بعد أن وصل اليمن إلى هذا الوضع، في رأيي دولة يمنية واحدة مكونة من إقليمين فقط، شمالي وجنوبي، مواطنة متساوية، إعادة الحقوق إلى أصحابها، التوزيع العادل للثروة، صلاحيات واسعة لجميع المحافظات تعطى من دولة الإقليم، ويظل الجميع تحت دولة الوحدة لمدة 3 إلى 5 سنوات. بعد ذلك يمكن أن يتم استفتاء حول الاستمرار في ظل دولة الوحدة أو الانفصال. والانفصال لم يكن خيارا لليمنيين طوال تاريخهم. نتمنى أيضا من المجتمع الدولي ودول التحالف أن يسرعوا بالمساعدات الإنسانية والاقتصادية والمالية وإعادة الإعمار، لأن اليمن بحاجة إلى الاستقرار، بحاجة إلى الأمان، بحاجة إلى السلام، وهي تستحق ذلك. وقد أدرك الجميع قيمة اليمن. نلقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.